خوت السلام عليكم ورحمة الله. جبنا لكم شنو قال الإعلام العربي والإعلام العالمي. بي بي سي الإنجليزية ترينديك ديالها خصاتو اليوم ياسين بونو ونصيري. ياسين بونو السبع كما سماوه، سمعوا تبارك الله على السبع. بعد تعزيز الفريق الإندونيسي رقمه القياسي 7-7 وتتويجه ملكا للدوري الأوروبي بالفوز للمرة السابعة لهذه البطولة بلقب الدوري الأوروبي. نتحدث عن حارس المرمى المغربي ياسين بونو. في تغريدة أخرى في هذا الفوز كما تغنى النادي الأسباني يعود بالسبع الذي جلب السابع له بالدارجة. نتحدث عن حارس المرمى المغربي ياسين بونو. في تغريدة أخرى يقول النادي بونو ما يخيبناش، أول لاعبين عربيين يتوجان بلقبين قاريين بعد فوز إشبيلية بلقب المسابقة في موسم 2019 و2020. ومواطنه يوسف السبع بونو فاز بجائزة رجل المباراة بعد مباراة فوز إشبيلية بلقب المسابقة فقد تألق بونو بتصدياته الرائعة في أكثر من مرة قبل أن يتوجها بتصديه لركلتين ترجيحيتين، الأولى بقدمه والثانية بطرف إصبعه البنصر قبل أن ترتد من القائم الأيمن. جاء ذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكلا الفريقين. عن إتقانه صد كرات الترجيح قال بونو إن السر يكمن في ثقته بزملائه على تسجيل الأهداف مما يشد من أزره أثناء صد الكرات. لقد وثقت أولا في أن لاعبين سيسجلون في ركلات الترجيح، هذا يأتي أولا، وعندما يتملكك هذا الشعور فإنه يمنحك الحرية، وعندما تثق في أن فريقك مستعد للتسجيل لأنهم يريدون الفوز حقا يمكنك مواجهة ركلات الترجيح بهدوء تام. من جهته وجه مدرب إشبيلية خوسيه لويس مانديليبار شكره للاعبيه على أدائهم وسط ضغط المشجعين على مدى طول المباراة. تسديد ركلة جزاء في التدريب لا يشبه إطلاقا ركلة جزاء مع 60,000 مشجع وما يحيط بهم من ضوضاء، وعليه لم يتدرب أحد على ذلك في مباريات الإقصاء. لقد وثقنا في اللاعبين الذين سددوا الركلات. نحن لا نراهن أبدا على الوصول إلى ركلات الترجيح. أردنا تسجيل هدف ثان لكي نتفادى ركلات الترجيح لكننا لم ننجح. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.